ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا ندمس فول رمضان علشان السحور. كل سنة وانتم طيبين. اول حاجة احنا بنجيب الفول وبنخليه منقوع مثلا في حدود مثلا ساعتين او ليلة. هو الاحسن ليلة. وتاني يوم الصبح بنجيب الفول نحطه في الدماسة وبنشغل عليه النار وبنوطيها شعرة خالص لغاية لما يستوي ويبقى باللون ده، ويكون القشرة الخارجية بتاعته كمان اتهرت. قدامنا حاجتين: يا اما هنحطه مثلا في اكياس ونحطه في الفريزر ويبقى عندنا كل يوم نطلع كيس بكيسه، او ان احنا نحطه في علب زبادي مثلا وكل يوم برضو نطلع علبة او كده على حسب الاكل بتاعنا او كده، او ان احنا ممكن نضربه في الخلاط برضو. هنا عملت لكم فكرة مثلا اول طبق فول مثلا اللي هو بالزبدة او بالسمنة البلدي. ده بيتحط معاه ملح وفلفل اسود بس كده، ما بيتحطش معاه اي حاجة تانية، وبيكون طعمه روعة. والطبق برضو المعتمد بقى بتاعنا كمصريين او اشهر طبق فول معروف، اللي هو بالزيت والملح والكمون والليمون. ده برضو بيكون خطير جدا. بصوا ما شاء الله كان مهري مستوي حلو قوي. لما اتهرس بسهولة، وكان بسم الله ما شاء الله طعمه تحفة. بس كده احنا ممكن بقى نقدم الفول مع بيض مسلوق، مع جبنة، مع شيبسي. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يبلغنا رمضان، وان شاء الله بإذن الله هحاول ان انا انزل لكم جدول مثلا كل 10 ايام في رمضان، يعني 10 الاوائل والعشر في نص العشر الاواخر. تابعوني وان شاء الله ربنا يوفقنا يا رب ويبلغنا رمضان ويسلمنا رمضان ويتسلمه منا متقبلا ان شاء الله يا رب. كل سنة وانتم طيبين.